القصة ديال اليوم قصة ديال واحد الشاب اللي حاول يحرق من المغرب لإسبانيا ودار بزاف المحاولات 3 مرات. قصة حقيقية عبرة الشباب اللي قابلين على هنا أوروبا يصبروا ويكون الخير إن شاء الله. القصة ديال اليوم قصة ديال مراد، غنسميوه ما نسميوش حراق، غنسميوه اسم مراد. حاول 3 المحاولات، الأولى فشلات، الثانية فشلات، الثالثة عاد سهل عليه الله باش دخل إسبانيا، بالضبط مدينة مالاغا. اتصل بالعائلة ديالو وعمو وحبابو، يعني يامات الأولى هزو به، من بعد قالوا له فلان مراد خص تقلب على راسك. صحابو تما ما عقل عليه حتى شي واحد، ولكن من بعد خرج مراد عارف راسو قضية حامضة، خرج ما كاينش لا عقل عليه، بدا كيدي مردي وبدا كيقلب على راسو، يدبر من هنا ويبات في جهة ويبات في زنقة، وعانى بزاف. هاد مراد عانى بزاف بمعنى الكلمة، تكرفس مزيان. اي واحد كيدوز بهاد المرحلة، ولكن هاد مراد تكرفس ديال بصح. واحد النهار كان دايز تلقى واحد السيدة طاحت، كانت جايه بالكروسه ديالو، طاحت فوق الطريطوار، جا كيجري مشى عتقها هزاه حطها في الكروسه. يا ديك قال له واش نوصلك فلانه، نوصلك للدار واش ساكنه؟ قالت لي انا ساكنه نيت قريبه هنايا، وصلني لك الا جات على خاطر. مراد بدا تيعاود مع الطريق، بدا تيعاود ليها القصه ديالو. اودي انا راه تكرفصت وما عندي فين نعس، وفي الصراحه عانيت بزاف، ما كاينش اللي يوقف معايا وما خدام ما حتى شي حاجه. السيده بقى فيها مراد ووصلوا للدار، وقالت لي عطيني الرقم ديالك، الاب ديالي راه عنده شركه، جعل الله خير ان شاء الله. عطى مراد الرقم ديالو، وفي يد الله قال صدقاش ما صدقاش الحياه تستمر. من بعد السيده دخلت للدار، جاب بوها، شاف السيدة ماشي تلاه، ماشي. قال لها مالك يا فلانة؟ قال لها ودي راه طحت وها اللي وقع لي وها اللي وقع. واحد الشاب لولاد هاد السيد هذا كون مت في الشارع. هي هذيك مشى قال لها شكون هاد الشاب؟ قلت له ودي راه تلاقيت معاه بارازار حتى عتقني وهادي، وخلى لي الرقم ديالو، راه مسكين ما عنده فين يبات، ما عنده لا خدمه لا والو لا حتى شي حاجه. طلباتو قالت لي شوف معاه الله يجزيك بخير. قال لها راه لي الرقم ديالو. من بعد الغد ليه اتصل به، جا مراد قال لي شكون؟ قال لي واش انت مراد؟ قال لي اييه. قال لي المهم جي لعندي الشركه، ها فين، عطاه لادريس كلشي. بطبيعه الحال مراد مشى فرحان، لقى قال الله غتفرج ان شاء الله، غادي على الاقل بعدا لقى فاش تخدم وهادي. من بعد نقلب على سكنه. بطبيعه الحال دخلوا الخدمه، قال له ولدي نجربك، الا كنتي هو هذاك راه نخليك معايا، ندير لك الوراق هذه، ما كنتيش راه ما عندي ما ندير. بطبيعه الحال مراد بين حنس يديه، خدم مزيان، ما كيمشي اي حاجه تعلمها، ولا فتشي ديال الحوت، ولا ناضي كيف ما تيقولوا. من بعد الايام مرات، وبقى يشوف كيراقب مراد وهادي، وكيجربو كيخلي ليه الفلوس في لاكيس، مره في البيرو ما كيهزو. جربوا بزاف د الحوايج ما هز ليه حتى شي حاجه. قال هذا هو السيد اللي تنقلب عليه، حيت هاد مول الشركه ما عنده لا ولاد لا عنده جوج بنات، حتى شي حد من العائله. هي هذيك مع المده صوب ليه الكونطرا ورقاه ودبر ليه حتى للسكن، وعجبو الحال. مورنا صوبت الوراق ان شاء الله عما قريب غنجي. واحد النهار اب ديال هاد السيده قال لها ودي عندي 2 بنات، ما عندي حتى شي واحد تنثق فيه، غنجوزك وحده من الدريات، بغيتي الصغيره راهي، بغيتي الكبير، بغيتي اللي في الكروسه اللي عجبك. بطبيعه الحال مراد ما ترددش، قال لي انا بغيت هذه اللي في الكروسه. عجبو الحال السيد، فرح وبقى تيضحك. قال لي واخا ماشي مشكل. هي هذيك جا الصيف، خدا العطله مراد، جمع حوايجو. مراتو قالت لي يلا واش دير راسك غادي نمشيو باش نمشيو عند والديا. هي هذيك مشى عند والديه،
رحبوا به وهادي باش يشوفوا مراد ويشوفوا والديه شحال هادي توحشوهم. شافوا المراه نازله بالكروسه تفاجئوا، قال لهم مراد كيفاش هادي؟ قال لهم اودي هاد السيده معقوله وهادي وباها راه دار فيا خير ما عمرني ما ننساه، وانا اللي اختاريت عنده الجبنات وانا اللي اختاريت هادي. صافي هاديك تقبلوها وهادي، من بعد فرحوا خوتو ووالديه وهادي وجابوا واحد الحفله صغيره داروها ما بيناتهم، وجابوا الطلبه كيف ما تيقولوا باش يقراو المسمعين، قراو القران. ملي بداو كيقراو القران مرت مراد بدات كتغوت بدات تغوت وطيح وطيح، ويجي مراد كيجري قال لها مالكي تغيبات هادشي يا هذيك. قال لهم ودي راه عيط واحد من الفقهاء قال لهم راه جيبها، قال لي جيبها نقراو عليها شويه. ملي بقاو يقراو عليها السيده وقفات تفاجئوا، كلشي تفاجئوا فرحوا كلشي فرح، مراد فرح عائلته حتى هما فرحوا. ديك الساعه هو عيط بالتليفون وعيط لباها قال له ودي وقع واحد الشيء، شنو وقع لكم؟ ياك ما كاين شي مشكل؟ قال له لا ما كاين حتى شي مشكل، بنتك راه وقفات على رجليها واللي وقع قراو على القران وهذه وقفات على فرح باها ووليه. دابا الغد اللي غناخذ اول طياره نجي مراكش، يا هذه الاب فرحان وهذه يجي معاه الكادوات وهذه. منين شافها واقفه على رجليها جاب لهم طبيعه الحال كادوات، فرح مزيان، تعرف بعائلته وفرحوا به، وكانت الاجواء زوينه. داهم بجوج ساراهم اكادير مراكش، ساراهم تقريبا المغرب كامل، خسر عليهم فلوس واحد الفرحه درجه. شاف بنته معجزه يعني وقفات على رجليها، هو يفكر عجبو الحال تماك، عجبو الجو، قريب تا هو يشد لانتريت، فكر بانه يستقر في مراكش، شرا فيلا خارج مراكش، طبيعه الحال العروبيه ديال مراكش ولكن الطبيعه وداكشي عجبو، داكشي زوين. وفكر حتى في بنته وراجل بنته، فكر لهم حتى هما، شرا لهم فيلا، قال لهم وقت ما جيتو فاكونس ها الفيلا ديالكم. ومراد فرحان وفرح بزاف وقال له وصى على بنته بزاف، قال له شوف الخير الوحيد هو دير تهلا لي في بنتي، وقابل لي مشاريع ديالي في اسبانيا وسير عيش حياتك انت وياها، وانا خلوني نعيش هنايا، نشد لانتريس هنايا في مراكش وفي المغرب الزوين. ومشى مراد ودار يعني بزاف المجازات وطوار ولا معروف ولا ملي ملياردير في اسبانيا. وهكذا كانت هذه القصه ديال اليوم، نتمنى تكون عجباتكم، والى فرصه مقبله ان شاء الله، والسلام عليكم.